اليوم باسم ياخور طالع وبيحكي على اللاجئين السوريين كأنه ولا شيء، وعم يحكي بفوقية وعم ينتقص منهم. يعني ما يرجعوا ويعملوا أزمة هائلة في سوريا. اليوم سوريا ما عندها موارد، يعني دوبا سوريا هاي هو هون ما عنده حكى هيك. مقومات الصمود هلا بالأكل والشرب، هذا ما قصة يبظ ويخلف 16 ولد. الشرط الصح حكى هيك، يعني لازم ما يخلفوا أولاد، لازم يرجعوا على سوريا. طيب أنت عم بتقول مي ما في بسوريا، أكل ما في، بنية تحتية ما في، كيف بده يرجع هذا اللاجئ على سوريا؟ وعم ينتقص أكثر شيء من المتواجدين في لبنان، يعني إنهم عايشين على الأمم المتحدة. اليوم في ناس، ما بقول لك إنه ما أنا عايشين على الأمم المتحدة، بس اليوم مو كلهم، في ناس عم تشتغل بجوز اللي عايشين على مساعدات الأمم المتحدة، هدول ما عندهم معيل ولا حدا فيهم بيقدر يشتغل أو يأمن لهم